هضمن لكم ان دي احلى كيكه فراوله ممكن تجربوها. الكيك ده كله بيعمله، بس الكريمه بتاعتي مميزه جدا ومختلفه عن اي حد. هنسقي الكيك ونعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهتطلع معاكوا زي التريليتشي بالظبط، بتدوب دوبان في البق. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات. تعالوا بينا نشوف هنعمل التحفه دي ازاي. مكونات بسيطه وسهله جدا معانا. هحتاج نص كوبايه من السكر، واتنين بيضه، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا، نص كوبايه من الحليب، ربع كوبايه من الزيت، وهنضرب كويس جدا. الخطوه دي مهمه جدا. بعد كده كوبايه دقيق منخوله كويس، وكيس من البيكنج باودر فيما يعادل معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنستمر في التقليب بالشكل ده. وبكده معانا خليط الكيك جاهز. الصينيه بتاعتي مقاس 20 في 30، هدهنها بنقطه كده من الزيت، ادهنها كويس جدا، وهسخن الفرن بتاعي في المرحله دي على درجه حراره 180. هنزل بقى بالخليط الكيك بتاعي، هنعمله كويس بالشكل ده ونسويه علشان يبقى كل سوا واحد لما يستوي. تقريبا بتاخد في الفرن نص ساعة. تعالوا نعمل بينا بقى طبقة الكريمة. كوبايتين من الحليب، 4 معالق كبيرة من الكاستر، 3 معالق كبيرة من السكر، وهنقلب على البارد بالشكل ده. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي عرفيني من اي بلد انتي بتتابعيني، وقولي لي رأيك ايه في وصفاتنا. بعد كده هنطلع بقى على النار ونخليها تاخد القوام الكريمي التقيل شوية زي ما انتوا شايفين كده. الكيك بتاعنا طلع تحفة خطير بقى يجنن. اتأكدت ان هو استوى تماما، وهبتدي بقى ان انا ابرد الكاستر بتاعي شوية صغيرة، وهنزل بعد كده بربع كوباية صغيرة من كريم شانتيه البودر او الكيس زي ده، وهنضربه كويس جدا بمضرب البيض او بالويسك او كمان بالهاند بلندر. هنبتدي نعمل خروم كده في الكيك علشان نسقيها بنص كوباية من الحليب، حليب بارد او سخن. هنسيبه يتشرب خالص بالشكل ده. حطينا الكاستر بتاعنا بعد ما ضربناه في كيس عشان بس يبقى سهل علينا في التوزيع بتاعه. وزعته بالشكل ده. قطعت بقى شويه من الفراوله قطع صغيره، وهبتدي ان انا احطها من على الوش. يلا بينا نعمل طبقه الجيلي. كيس من الجيلي، ونص كوبايه من الميه المغليه، و2 معلقه من السكر. وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا بالشكل ده، وانزل كمان بنص كوبايه من الميه البارده. وبكده معانا الجيلي جاهز. هنبدأ ان احنا نسقي بيه بقى بالشكل ده، وننزله على طبقة الكيك والكاستر وكمان الفراولة. تدخل في التلاجة مش اقل من ساعة، وبعد كده تبدأي ان انتي تقطعيها وتقدميها. تجنن، حلوة جدا وغنية قوي، والكريمة فعلا طعمها مختلف. بصوا كده، هي بتبظ من كل ناحية، خطيرة فعلا، حلوة قوي. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. مكونات سهلة وبسيطة، وبإذن الله تقدروا تعملوها بكل سهولة. لو الفيديو عجبك سيفيه عندك علشان وصفات رمضان احتفظي بيه. سهلة وبسيطة جدا، وفي دقايق بالظبط هتحضريها، والكريمية اخر حاجة. بصوا في طعمها شبه تريليتشي قوي، خطيرة كده، غنية كده بالكريمة، وبجد تجنن. لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير، وعلقيلي ولو بحرف واحد بس، عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي دايما. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.